الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. محكمة الامارات استعملت الرأفة مع بلطجية لاعبي الزمالك خيري ورشاد وبدوي اللي هم دونجا وشلبي وصبحي. استعملت معاهم الرأفة واديتهم شهر حبس مع غرامة 200,000 درهم. بس قالت حاجة مهمة وشرط مهم، لو اللعيبة ما عملتش شغب في السجون وبدأت تلم الورق وتنظف العنبر، في الحالة ديت هيطلعوا ب3/4 المدة. المحكمة كانت عندها رأفة جدا بلاعبي الزمالك، ونتمنى ان هم يطلعوا لأحسن ما يكون ونقول لهم الحمد لله على السلامة، كفارة يا ابو الكباتن. وبنظرة صوت حزينة لاعبي الزمالك ودعوا زمايلهم وقالوا لهم سلموا لنا على مصر وما تنسوش تجيبوا معاكم عيش وحواوشي. قبل ما اي واحد زملكاوي يزعل على اللي انا بقوله، الاول انت تزعل على الفوضى اللي بيسببها نادي الزمالك والإساءة الكبيرة وسمعة مصر اللي شوهوا صورتها بره. قبل ما تزعل مني، لا انت الاول بص للفريق بتاعك ازاي ببلطج، بص الفترة اللي فاتت ايه اللي حصل وايه اللي تم. كل دوت نتيجة الفوضى اللي بيعملها نادي الزمالك.